لازم يطلع لك واحد يجي يزاولك يقفل اليوم معاك او يقفل الصبحيه معاك، وفي الاخر تتراضى بواحد تاني اخر اليوم او اول اليوم. وانت كل يوم تقعد تشكي وتبكي وتقول روح يا اولاد، طالما شغلانه الموبايلات دي مش كويسه شغلها ليه؟ ما تروح شوف لك مهنه تاني. صدعناش كل يوم على الصبح انت واخوك. اولا قبل اي حاجه عشان افهمك حاجه، يعني شغلانه الموبايلات دي انا بطلع بحكي اللي بيحصل في الواقع. سواء انت مثلا كلامي عاجبك مش عاجبك، ليك حريه الاختيار، تعمل لي بلوك، تبلكني، تشيلني يمين تشيلني شمال. انا بحكي الواقع كل يوم، ده ما يزعلش حاجه في حاجه. بس اللي عايز افهمه لك وهيفهموني فنيين صيانه الموبايلات او اغلبيتهم او معظمهم، يعني مهنه الموبايلات دي بقت ماشيه كده في العروق، في الدم كده. الواحد مستحيل يقدر يغيرها او يطلع منها بسهوله. عامله زي الادمان. يعني انا مثلا يوم الجمعه الاجازه بكون قاعد في البيت، بكون مخنوق ومتضايق مش برتاح غير لما اروح المحل بتاعي واقعد في المحل بتاعي حتى لو ما فيش شغل. انا كده متكيف، كوبايه الشاي بتاعتي، موبايلات الزباين بتدوشني وتصدعني، اشرب الشاي واشتغل. انا كده زي الفل، حتى لو ما فيش ناس رايحه وطالعه رايحه وجايه عليا كل شويه. دي حاجه. الحاجه التانيه، لو ما جاش كل يوم زبون طلع عيني وقرفني وزعلنا مع بعض شدينا مع بعض، وواحد دخل كويس وواحد دخل وحش، وها 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 وقعدنا نقول استغفر الله العظيم يا رب ومش عارف ايه، النفسيه مش بترتاح. وصلت؟ يعني ده يعتبر اكسجين حياه. الشغلانه دي بقت اكسجين حياه. اليوم اللي يعدي علينا من غير اي دوشه ولا نكشه مع زبون كده يبقى يوم مش حلو. فلازم نناقش مع الزبون كل يوم، نشدوا مع بعض، في الاخر نقولوا معلش لبعض، نصلحوا التليفونات، ناخدوا فلوس، نتراضوا، نشدوا، نزعلوا، وهكذا ماشية الحياة. دي مهنة الموبايلات. لو انت عايز مهنة الموبايلات دي تكون كلها سهلة وبسيطة وكلها كويسة وما فيهاش مشاكل الكلام ده كله، يبقى المهنة دي مش بتاعتك. لو حصل معاك كده يبقى في حاجة غلط عندك. المهنة دي لو انت اسطوري مخترع الموبايلات دي ومصنعها، لازم هتلاقي مشاكل، لازم هتلاقي حوارات، لازم يطلع لك واحد يجي يزاولك يقفل اليوم معاك او يقفل الصبحية معاك، وفي الاخر تتراضى بواحد تاني اخر اليوم او اول اليوم. المهنة دي لو حصلش فيها كده يبقى في حاجة غلط. وده ان دل بيدل من رضا ربنا على الناس اللي في اي مهنة زي كده. ليه؟ انك انت بتتعامل مع جميع الفئات البشرية، الكويس والوحش، الحلو والمر، العصبي المحترم الهادي الرزين الخبيث الملعون، اللي ابن ستين ما ينفعش ابدا. وفي نفس الوقت بتعرف تراضي في الاخر كل الناس. الموضوع ده مع التكرار بيدي لك حكمة، خليك ناصح. مش زي اي شغلانه تاني تقعد على مكتب ما تعرفش عقول الناس. انت في المهنه دي بتعرف تقرا افكار الناس من قبل ما تتكلم معاك. بيخش عليك زبون تعرفه كويس ولا مش كويس. والله ما مبالغ، انا بكلمك بالفعل. في اخر الفيديو، تحياتي ليك، بحبك في الله. سلام.